السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، بقالي كذا يوم ما طلعتش معاكم، فقلت النهارده بقى نسمي الله كده ونتوكل على الله ونعمل مع بعض فيديو كده ان شاء الله تستفيدي منه. في البداية كده حطي لي لايك ويلا كملي معايا الفيديو للاخر. انا دلوقتي بالليل، يعني انا دلوقتي بالليل وهختم معاكم الفيديو بكره. بس قبل ما انام قلت انقع شويه كده من الفول، عشان الفول اللي عندي في الفريزر خلص. ده فول بلدي، بحب اجيب الفول البلدي ده عامل 56 جنيه. بس عايزه اقولك بيقعد عندك كتير جدا، يعني لو ما تدمسي لك كيلو فول زي ده مش هتروحي تشتري فول اصلا من بره. فقلت كده انقعه بالليل اللي هو دلوقتي، واكمل معاكم الروتين الصبح ان شاء الله لو لينا عمر. طبعا لازم ننقيه، هو انا متاكده ان هو نظيف، بس انا بحب برضو يعني انقيه، مش عارفه اعمله كله بصراحه ولا لا. كنت بفكر اعمل نص كيلو بس بقول بما اني بعمله في حله الضغط ف... فبعمله كله مره واحده وخلاص، كيلو بكيلو يعني، واحطه في اكياس وادخله على الفريزر. بس لازم ابص فيه كده. بس انا بقول لكم انا متاكده ان هو نظيف، بس برضو بحب ابص فيه. بصوا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12 الا تلت بالليل. ويا مساء السرور والنور عليكم يا حبيبات القلب. سمعت يوتيوبر بتقول الجملة دي لمست قلبي بشكل، حسيتها لايقة معاكوا قوي، بس أنا صراحة مش فاكرة اسمها. شفت ليها فيديو كده عابر قدامي كده عجبتني. يا مساء النور والسرور عليكم يا حبيبات القلب. بجد يا جماعة انتوا فعلا حبايب القلب، ربنا يخليكوا ليا، بحبكوا جدا جدا جدا. يعني الجملة دي مش بتاعتي، أنا سرقاها. مهم، دلوقتي زي ما قلت لكم احنا بالليل، وبدأت الروتين معاكم بالليل وهختمه معاكي ان شاء الله بكره اللي هو النهارده، وانا بسجل لكم الصوت كده. نقعت الفول زي ما شفتوا. ودايما يا جماعه من الحاجات الحلوه جدا اللي انت بتحسي ان انت دماغك مترتبه وافكارك كده ماشيه ورا بعضها، ان انت تبقي عارفه انت هتعملي ايه بكره، او انت عارفه انت مثلا الصبح هتطبخي ايه، او بكره هتعملي ايه، او هتروحي فين، او هتيجي منين. بتبقي مرتبه امورك كده، بتحسي ان يومك ماشي بيرفكت. فانا قبل ما بنام كده ببقى يعني وانا قاعده كده يعني بسرح في دماغي كده، اقول طب انا بكره ممكن اعمل كذا، طب ممكن اخلي كذا. وانا قاعده قلت طب ما انا بكره عايزه اعمل فول، لان الفول اللي عندي خلص، يبقى المفروض ان انا انقع فول دلوقتي. وهكذا يعني كل يوم على كده، فاهميني؟ الا اذا كان بقى الواحد مأنتخ قوي يعني وملوش اي مزاج يعمل اي حاجه، فبيحط دماغه على المخده وبيضرب الدنيا، زي ما بنقوله ايه، بلاش اقول اللفظ، بيضرب الدنيا جزمة، وما بيدورش على اي حاجة غير ان هو ينام ويرتاح، وبكرة يبقى ليه ربه يشوف هيعمل فيه ايه. بس النهاردة كده انا ظبطت معاكم، نقعت الفول وكان عندي الازايز دي، رحت حاطة فيها الخل وحاطة فيها الزيت، كنت غسلاهم كويس وحطيت الخل والزيت فيهم. بحب قوي الزيت احطه كده في ازازة تبقى قدام عيني كده، ازاز شفاف. ده زيت على فكرة عادي جدا، ده زيت تموين على فكرة ده، فمش زيت زيتون يعني ولا كده. المهم يعني، وحطيت الخل، وقلت بقى ايه، الازازه اللي هي اللي فيها ستانلس دي كانت جميله قوي يا جماعه، بس معرفش ايه اللي جرالها، بقت تنقط كده يعني، بمجرد ما اصب منها شويه خل الاقيها الباقي بتنزله حواليها كده. معرفش بقى كان فيها كده زي جوان من جوه، الجوان ده بقى مثلا اتقطع او كده مش عارفه. بس كانت جميله قوي، كان شكلها بيبقى شيك جدا. كانوا اتنين، واحده خل وواحده زيت، حبيبه كسرت واحده وكانت اتبقت دي. مهم بقى خلاص، جبت برضو كوباية كده او اكتر من كوباية شوية من الرز، غسلتها وسبتها تنشف كده على الفوطة دي. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين الساعة 12 الا 5، هقول لكم تصبحوا على خير.
ويا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الرزق. يا رب يجعل الخير كله بين ايديكوا وتحت رجليكوا يا رب العالمين. ايه رأيكم في الجو الصباحي الحلو التحفة ده؟ على فكرة صوت القرآن اللي كان جاي ده صوت المدرسة الثانوية اللي قدامي. دي كانت مدرسة ابني على فكرة. كنت كل يوم بصحى الصبح على صوت الطابور وبصحى على صوت القرآن. بصوا أجواء الشتاء عندي بتاعة المدارس دي أنا بحبها بطريقة لا تتخيلوها. بحب أصحى الصبح على صوت هي مدرسة عسكرية. بيعملوا عارفين السرينة اللي هي بتاعة اللي هي اللي هي عارفينها العسكرية دي، مش عارفة اسمها ايه. سرينة كده يا جماعة بتاعة المدرسة العسكرية دي. وبيعملوا بقى الطابور وبيقولوا الإذاعة، وفي ولد جميل جدا نفسي أشوفه، ما بشوفوش، أنا بسمع صوته بس. بيقرأ القرآن الصبح في الإذاعة. فأنا بصوا الشقة دي مرتبطة عندي كده بالمدرسة وبجو الشتاء والحاجات دي. غير الشقة القديمة. الشقة القديمة كان قدامي البحر، أو معرفش انتوا بتسموه ايه بقى، احنا بنقول عليه بحر، اللي هي الترعة المحمودية. فكانت مرتبطة عندي بالصيادين اللي كانوا بيبقوا راكبين وبيصطادوا. كل مكان بروح فيه بيحط جوايا حاجة كده. لكن الشقة دي كده فيها دفى الشتاء، عارفين. مهم بقى حبيت انقل لكم الاجواء بتاعه الصبح دي. وطبعا بصوا يعني الصبح ده حصل فيه شويه حاجات. يعني انا فتحت الشبابيك وفطرت ولادي، وحبيبه راحت المدرسه، ومحمد عنده جامعه النهارده، ربنا يفاديك يا ابني يا رب، انت واللي زيك اللهم امين، يكفيك شر طريقك. ومروان ما بيروحش المدرسه لان انتوا عارفين الاعداديه ما بيروحوش، انا قلت لكم قبل كده. ففطرتهم وما كنتش عارفه ان انا اصور بصراحه، وانا مش من الناس اللي بعرف ازوق الفطار كده واحط ورده وانا بصور معاكم وكده، لا خالص. انا ممكن اخد سندوتش في ايدي واطلع اكله في البلكونه على السور كده بتاع البلكونه، هو كوبايه شاي. فالمهم يعني الشاهد من كلامي ان في الوقت ده كنا فطرنا. كان فطرنا بيض مسلوق وجبنه وعسل ابيض بس. وبعدين رحت مولعه بقى على الفول، وطبعا عملت فنجان قهوه حطاه جنب مني اهو زي ما انتم شايفينه كده. ولعت على الفول بقى. بصوا انا حطيت على الفول ايه، في حد كان قال لي يا ايمان ما تحطيش على الفول اضافات كتيره وجربي، حطي بس عليه شويه بابريكا هيديله لون احمر، وحطي عليه شويه عدس او شويه رز، بس كده. ولا تحطي طماطم ولا تحطي بصل. انا بحط بصل وبحط جزر وبحط فول مجروش اللي هو بتاع الطعميه، وبحط اللهم صل على سيدنا محمد ساعات بحط فصين توم برضو، وطماطمايه سليمه وليمونه. كل ده كنت بحطه. فجت حد قال لي كده، قال لي ما تحطيش كل ده ما بيفرقش. ما اعرفش بصراحه، انا اول مره اعمله كده يا دوب بشويه عدس وشويه بابريكا. فقلت اجربه يعني مش مشكله، كده كده احنا بنحبشه بعد ما بيخلص، يعني بعد ما بنيجي ناكله بنحبشه وبنحط له اضافات كتير. وبدات على طول اطحن الرز ده اللي انا طبعا نقعاه معاكم من بالليل، وسبته لما بصوا نشف خالص كده على على القماشه دي او على الفوطه دي. وبعد كده هبدأ على طول افرم البصل واللحمة. يبقى انا كده فرمت حوالي كوباية رز. على فكرة اللحمة دي تقريبا كده يعني ما تكملش نص كيلو، يعني دي كانت باقي لحمة، يعني كانت باقي مفروم. معرفش ميزانها قد ايه. في واحدة من حبيباتي هنا قالت لي هاتي ميزان، وعلى فكرة هو طلع في دماغي وطلع رخيص قوي. انا مفكرة الميزان اللي هو بتاع المطبخ ده غالي قوي، ده طلع رخيص جدا، فيه ب80 جنيه وفي ب70 جنيه وفي اقل كمان وفي ارخص وفي اغلى. بس هو الوسط بتاعه 80 جنيه 100 جنيه. فتصدقوا حلو والله يا جماعة. وعلى الأقل حتى الواحد بعد كده لما يكون بيعمل حلويات أو بيعمل بقى حاجة الكحك والبسكوت بتاع رمضان، بيبقى محتاج بقى يعاير فيه بقى ايه بالجرام زي ما بنقول. فإن شاء الله بعدين بقى هبقى أجيب. المهم بقى يا جماعة رحت بقى كده جايبة اللهم صل على سيدنا محمد اللحمة والبصل، ورحت حاطه كده كل حاجه في الكبه. وطبعا انا فرمت الرز جوه الكبه الصغيره اللي هي المفرمه الصغيره دي او المطحنه الصغيره. كنت دايما بطحنه في الكبه الكبيره فكان بيدوخني، لكن لما بعمله في المطحنه اللي هي الصغيره بتاعه البهارات دي بيبقى معايا زي الفل كده زي ما انتم شايفين. تمام. بس هنا بقى انا لما عايزه اقول لكم حاجه، لما بكون عامله كميه كبيره من كفته الرز، عشان اكون صريحه معاكم انا ما بعملش في البيت.
انا باخد الرز مثلا، بغسل كيلو رز لما بكون بقى هعمل كمية حلوة وهشيلها، بغسل كيلو رز وبكون مقطعه البصل او حاطه البصل زي ما هو كده من غير تقطيع، يعني مقشراه بس، وحاطه الخضره وحاطه البهارات وحاطه كل الحاجه والثوم متقشر، وكله كله كله على بعضه، حاطه اللحمه وبوديها للمفرمه. المفرمه اللي هي ايه عند الجزار برضو، يعني في جزار بيفرم اللحمه وبيعمل الكفته برضو بتاعه الرز دي. هما ما شاء الله عندهم المفرمه او المطحنه بتاعتهم قويه جدا جدا، فبتخلي بقى بصوا الرز والكفتة دي في 3 دقايق بتبقى معمولة. لكن في البيت عشان هي كمية قليلة انا عملتها في البيت، يعني ده هي كوباية رز مش مستاهلة يعني. لكن زي ما بقولك الرز بيجهد الكبة قوي، فلو كمية كبيرة على طول اعمليها بره، وبعدين ما بياخدش كتير، يعني تقريبا بياخد على الفرمة دي كلها مثلا بتاع 10 جنيه 15 جنيه كده يعني. خلاص ففرمت الرز وحطيت بصلاية حلوة كبيرة، وحطيت حوالي 4 فصوص كده من التوم المفروم، وحطيت البهارات بتاعتي 7 بهارات، وحطيت شوية فلفل وشوية ملح. وما كانش عندي بقى للأسف خضرة فريش، فروحت جايبة شوية من الفريزر وحطيتهم، بس بصراحة الفريش طبعا بتكون أحسن كتير. فبس كده هسيبها بقى، طبعا هي يعني ما بتتركنش ولا حاجة، انا بس هسيبها شوية كده متغطية، احطها على رف التلاجة تبرد بس لان هي سخنة طبعا مكان الفرن. حطيتها كده على رف التلاجة لحد لما يعني زي ما اقول لكم ارتاحت بس شوية، وانا بس رحت شفت مثلا حاجة بره كده، صليت الضحى، عملت شوية حاجات بسيطة كده. وبالمناسبة بقى كده واحنا بنصبع الكفتة برضو عايزين نفتكر صلاة الضحى. صلاة الضحى يا جماعة مش عايزين ننساها ابدا، وربنا يا رب كده يجعلنا كده من اللي بيذكروا بعض، ويعني يجعلني كده انا بذكركم وانتوا كمان بتذكروني، ودايما لما في حاجة بتقع مني كده بلاقيكم في التعليقات بتكتبوها لي، ربنا يخليكم ليا يا رب. مهم بقى حبايبي، انا كده بصبع بقى الكفته كده. وعايزه اقول لكم الناس اللي انا اخدت منهم الغرفه بتاعت بنتي بعتولي كل الحاجات اللي كانت ناقصه، بعتولي دهان من نفس لون الغرفه عشان الخرابيش اللي انا وريتها لكم اللي حصلت مكان النقل، وبعتولي مقابض للأوضة اللي هي الضرفتين اللي في النص اللي هما الإزاز دول، وبعتولي ماسورة للتعليق، طبعا انا كده كده كنت جبت واحدة بس برضو مش هتخسر. وبعتولي اللهم صلي على سيدنا محمد اللي هو اللي عارفين هو اسمه ايه، الفتيل اللي هو هيتلف حوالين كابتونيه السرير، و وسكاكات اللي هي هتتركب بيها المراية، ومقابض كتيرة جدا اسمها ايه، لا مش مقابض، اللي هي المفصلات. المفصلات دي بعتولي مفصلات احتياطي كاملة للدولاب كله، يعني انا قلت لهم المفصلات دي مش عجباني و... ودي مش ايطالي وي وي وكده، فالمهم بعتولي طقم كامل. فقلت طب كويس، حتى ابني يومها وهو راجع من الجامعة اتصلت بيه قلت له عدي عليهم في المعرض خدهم منهم يعني. فالمهم بقى، فان شاء الله بقى عايزه بقى كل الحاجات دي اركبها معاكم، كمان برضو عايزه اعمل معاكم بقى التابلوهات اللي فوق السراير والحاجات دي، كان نفسي اعمل معاكم النهارده، بس وانا بسجل لكم الفيديو ده لقيت المقطع ده كده يعني او الشويه دول 24 دقيقه، فهحتاج كمان مثلا نقول 10 دقايق كمان علشان نعمل باقي الحاجه اللي في الاوضه، فلقيت الفيديو هيبقى داخل في 35 دقيقه، فهيبقى رخم قوي قوي. فقلت خليني بقى ايه بكره ان شاء الله لو ليا عمر اعمل معاكم بقى شويه حاجات حلوه قوي. وكنت نازله انا وصاحبتي كمان برضو كانت بتشتري ملايات، وشفت شويه ملايات يا جماعه، انا كنت قاعده اقول لكم انا عندي ملايات، انا مش هشتري ملايات، انا شطوره واللي عندي هيكفيني. عايزه اقول لكم شفت شويه اقمشه يا جماعه، ايه الجمال ده، شويه حاجات حلوه قوي. فالمهم يعني ايه بفكر كده يعني لو ربنا كرمني كده ان شاء الله ابقى اجيب ايه طقمين كمان برضو لسراير حبوبه، شكلهم بصراحة يا جماعة تحفة تحفة تحفة. في بقى الحاجات المشجرة اللي هي نقشتها صغيرة دي جميلة، واللي فيها ورقة شجر وحاجات كده تحسوا ان هي لايقة قوي قوي على أوضة حبيبة. وبرضه هرد على حبيبتي اللي قالت لي اعملي كفرات للبطاطين او كده، رحنا سألنا عليها انا وصاحبتي. عايزة اقول لكم ان الكفر اللي هو القطيفة ده هيتكلف فوق 1000 جنيه، يعني هيتكلف حوالي 1400 1500 في الحدود دي اللحاف. هي اي نعم قطيفة وبارتها عالية وجميلة جدا، بس احسبوها معايا
لما يبقى اللحاف، لان اللحاف بيتحسب وش وظهر. فاحنا وقفنا، فهي حسبت لنا الوش والظهر بتاع اللحاف الواحد بس حوالي 1400 جنيه. فاللحافين هيعملوا كفرات حوالي، نقول مثلا قولوا 3000 جنيه، قولوا هنقطعوا مثلا 100 ولا 200 من الحساب، يبقى 2200 جنيه، 2000 قصدي و800 جنيه. فهل انتوا لو انتوا مكاني، هل يعقل ان انا عندي لحفة اروح اعمل لها كفرات ب 2800 جنيه؟ الرقم كبير برضو يا جماعة، ده اذا كان هو اللحاف جديد في الحدود دي، يعني قريب قوي من السعر ده. فطبعا ايه، انا فكرت في فكرة تانية برضو. طبعا الفيديو شارح نفسه دلوقتي، هو شغال كده وبيشرح نفسه. انا بقلي الكفتة وبعمل رز بشعرية. ف... فما يعقلش خالص ان انا اجيب لحفة بالسعر ده او اعمل كفرات بالسعر ده. ولكن بقى شفت على الفيسبوك مكان في اسكندرية، مش عارفة هو في الزنقة ولا فين بالظبط، بيبيع الأقمشة اللي هي بتاعة اللي هي زي الفرو دي يا جماعة، والقطيفة بالكيلو، بيبيعوا بالكيلو. تخيلوا، وأسعار بصوا في الأرض. فالمهم الفيديو شدني وقلت اتفرج عليه، وعرفت المكان. يعني هو في الزنقة بنسبة يعني 99% في الزنقة. فلما حسبتها لقيت ان كفرين اللحاف هيدخلوا مثلا معايا في مثلا في حوالي 400 500 جنيه. ف... وتفصيلهم سهل جدا، يعني هو تفصيلهم مش محتاج اي حاجة. فقلت طب وليه، طب ما انا ممكن ان شاء الله لما انزل انا وجوزي اسكندرية ابقى اعدي مثلا على المكان ده واشوف الاقمشة دي وضعها عامل ازاي. عارفين يا جماعة القماش اللي هو فيه فرو ده اللي طالع زي الشعر ده، عارفينه اللي هو بتاع اصلا اللحفة، عارفينه اكيد. فده عجبني جدا وقلت هيبقى حلو قوي قوي يعني ككفرات للحفة. ولو لقيته زي ما شفته على الفيسبوك بالسعر البسيط ده انا ممكن كده اعمل اللحفة بتاعتي كلها. يعني ممكن اعمل بتوع الاولاد اللي هم طبعا هم اطفالي قوي، دول اللي عليهم رسومات دول، لان انا عمري ما هفرط في اللحفة دي، لان هي فعلا تحفة. اللحفة دي عندي بقالها مثلا يعني من عمر محمد ابني، ربنا يديله العمر يا رب والعمل الصالح. من عمره، فهو كان صغير وكانوا عندي، يعني كانوا لسه جداد. فتخيلوا بقالهم مثلا بتاع 17 سنة. فعمري ما هلاقي زيهم، وعلى لونهم وعلى وضعهم وعلى شكلهم. وانتوا اكيد عارفينهم اللي هم لونهم اورنج دول. فالفكرة بس اللي جات لي ان انا اعمل لهم الكفرات دي، بس زي ما قلت لكم بقى اجيب القماش من الزنقة. انا بكرر الكلام كتير صح؟ حاسة ان انا كررت الجمل كذا مرة، مش عارفة ليه. المهم يا حبايب القلب، انا كده حمرت الكفتة وولعت على الرز وموطيه عليه خالص اهو. عملت رز بشعرية، وفي الحلة الالومنيوم اللي في الجنب دي حمرت بصلاية كده، صفرتها ما حمرتهاش. وكان عندي الصلصة دي، هتستغربوا الاكياس دي يا جماعة، بس الاكياس دي رهيبة. انا نسيت اسمها، حتى خدوها سكرين كده لو انتوا شفتوها. كانت جايالي، يعني كان مروان جايب لي حاجات وجاب لي في وسط الحاجات دي 3 اكياس الصلصة دول. عايزه اقول لكم الكيس تقريبا كان ب5، بس تحفه يا جماعه، تقيل بشكل. يعني انا حطيت كيس واحد بس، اي نعم انا هفضي كمان شويه دلوقتي، بس مركزه تركيز رهيب، حلوه حلاوه. فقلت له يا مروان ده ايه الصلصه العجيبه دي؟ بص انا حطيت بس حوالي معلقه كمان كده تتقلها شويه، وقطعت بطاطسايه كده ورحت منزلاها في الصلصه. وادي الكفته هتلف لفتين، طبعا هي مش كتير، انا عاملاها يا دوبك كده ايه بتاعت يومها يعني. وبس. وفي الوقت ده كان برضو الفول بتاعي الحمد لله يعني على النار. طبعا حلة الضغط بتخلي الفول يستوي بسرعة، بس الصراحة مش عارفة ايه سبب ان اللون طلع كده. مش عارفة، انا كنت عايزاه يطلع لونه احمر. عارفين لما بنجيب فول بيبقى لونه احمر كده، بنجيبه في الكيس كده ولا في العلبة بيبقى لونه احمر خالص كده، توقعت ان البابريكا هتديله اللون ده. بس برضو جميل وكل حاجة زي الفل، اللهم بارك، ده حلة فول محترمة. يعني الحلة دي يا جماعة ب56 جنيه، وعليها شوية العدس اللي اتحطوا عليها دول. قد ايه هي موفرة وحلوة. دوبت لها كده معلقة دقيق في شوية مية، ورحت سبتها بس تغلي غلوة كمان عشان تتقلي المية بتاعة الفول. بس هتغلي غلوة كده وخلاص. وهنا بقى عايزة اقول لكم على فكرة حلوة تعملوها للأكياس. بصوا الأكياس اللي هي بتبقى عاملة دوشة دي في الدرج، اعمليها كده، بصي ظبطيها كلها زي بعضها، واعملي الجنب ده كده اتنيه كده واتنيه كده،
وحطيها جوه كيس واقفلي عليها. هي ممكن تكونوا شفتوها قبل كده بس هي عجبتني قوي فقلت اشاركها معاكم. حلوة حلاوة. تحسوا ان الاكياس كده بقت عاملة زي علبة المناديل، ما بتاخدش مكان وما بتبقاش لما تيجي تستخدميها ما بتطلعش كتير بقى كده وتملالك الدرج اكياس وكده، لا. بصوا هطلع منها قدامكم. بصوا السكينة بتقفلها، السكينة بتقفل طبعا الاكياس دي قديمة دي، لكن الفكرة بتاعت ان انا احط الكياس جوه كيس وافتحه كده زي علبة المناديل بصراحة عجباني قوي. بصوا بقى يا جماعة بتسحبي كده زي مناديل السحب بالظبط، تسحبي كيس بكيس اهو. بصراحة فكرة حلوة قوي، اعملوها عندكم انتوا كمان هتريحكم كده وتخلي كده الكيس او الدرج اللي فيه الاكياس منظم كده وشكله حلو. خلاص كده فالفول بتاعي يغلي غلوة كده على النار، والكفتة بتغلي برضو غلوة كمان على النار. الكفتة عشان ما تتهريش منك ما تاخديهاش كذا غلوة كده على النار، هما غلوة بالظبط واحدة بس كفاية، هي كده كده مستوية. والبطاطس مستوية، ممكن ما تحطيش بطاطس لو انتي مش حابة، بس هو التراث بتاعنا بيقول ان كفتة الرز بيتحط عليها بطاطس. فروحت بقى حاطة جبت الاكياس بقى وقلت اعبي الفول، حتى بعد ما عبيت واحد كده لقيته سخن قوي فقلت خليه لما يهدى شويه وبعدين اعبيه. بصوا يا جماعه هيعملوا لي كميه، يعني انا مثلا دلوقتي قلت لكم ان الفول ده كان كيلو ب56 جنيه، قولوا يا جماعه بالعدس بكله ب60 جنيه. تمام، ب60 جنيه هيطلع لي كميه فول. الكيس طبعا انتوا عارفين كيس الفول ابو 10 جنيه قد ايه، تقريبا نص ده. فالكيس من ده تقريبا ابو 20 جنيه، يعني الكيس ده ابو 20 جنيه، يعني انا عاملة دلوقتي قدامكم حوالي ب130، 20 40 60 80 100 اهو. بصوا دول اللي قدامكم دول حوالي يجي ب150 جنيه فول. لو الكيس ده ب20 جنيه، ده كيس كبير على فكرة، هو ممكن تكونوا شايفينه صغير في الكاميرا لكن كيس كبير ما شاء الله، لان اصلا الاكياس دي اصلا كبيرة، يعني دي اللي هي الاكياس اللي 2 كيلو، اللي بتشيل 2 كيلو حليب. سبتهم بقى جنبي كده على الرخامة لحد لما يبردوا خالص، وبعدين ادخلهم بقى كده ايه في درج في الديب فريزر. وسبت الشوية اللي في الطاسة دول قلت لا خليهم بقى دول لعشاء، او خليهم مثلا بكرة مثلا احطهم في التلاجة وبكرة نعملهم في الفطار وهكذا. وغرفت بقى الرز، انا قلت احط بقى ايه في حاجة واحدة كبيرة كلنا ناكل مع بعض. والكفتة بقى عايزة اقول لكم كانت جميلة، هي كانت وحشانة. فبصراحة تحفة يا جماعة، تحفة ومتماسكة وجميلة جميلة جميلة. اعملوها أكلة اقتصادية وموفرة على فكرة. وسمعت ان في ناس بيعملوها من غير لحمة خالص، بيعملوها برز بس انا ما جربتهاش. ولكن لو فكرنا فيها هي عادي، ما في حاجات كتير بتتعمل بالحمص وبتتعمل زي الطعمية مثلا بالفول بس، فهي ممكن برضو تتعمل من غير لحمة. بتهيألي تبقى كويسة برضو بس انا ما جربتهاش. فأكلة اقتصادية وحلوة جدا، شوية رز شوفوا بقى لما بتغرزي فيها الشوكة كده متماسكة ازاي، حلوة جدا ما شاء الله. بألف هنا، يا رب يطعم كل جائع. وشوية بقى مخلل من اللي انا عاملاه، كل مرة لازم اقول لكم كده مخلل بتاعي. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص، اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله، ومع السلامة.